ازيكم صحابي عاملين ايه؟ معاكم أصغر شيف في مصر. هعمل ميني بيتزا. معاكم كيلو دقيق ومعاه رشة ملح وكمان معلقة خميرة وكمان معلقتين سكر وربع كوباية زيت وكوباية لبن ومية دافية ومعاه بيضاية. هنحط الخميرة والسكر على الدقيق، نقلبهم في الدقيق. انا عايزه اعملها شكلها كده وهنحط فيها البيضايه. سيبي نحط فيها البيضه. نزل كده، حطينا البيض. نكب البيضايه اما اختفت حطينا ربع كوبايه زيت ونقلبهم في بعض. وبعد كده هنعمل ايه يا كارما؟ هنكب كوبايه لبن ونعجنها. لسه تالية العجينه ما اتعملتش. ما احنا ماما لسه هنحط ميه اهي. ونعمل ايه تاني؟ وكده هنقلب. ماشي. بس العجينه بتاعتك يا تالية دي مش مظبوطه، خدت مني ميه زياده. عادي يا ماما، دي كلهم زي بعضه. يعني عادي يعني انها تاخد مني ميه زياده؟ عادي. ماشي. عملنا ايه دلوقتي؟ ميني بيتزا. بعدنا 5 دقايق وهنعمل ايه؟ هنحط عليها رش زيت وهنسيبها تغلي. ماشي. ازيكم يا صحابي، رجعت لكم تاني بعد ما العجينه اتخمرت. عجينه قدامنا وهنفردها كده ونقطعها كده وبنفردها كده حلو. هفردها رجعنا لكم تاني بعد ما فردنا العجينه نص سنتي. ودلوقتي هنقطعها بالقطاعة كده، قطعناها. والحتة التانية هعطيلكم اخر واحدة اهي وهرصهم في الصينية وارجع لكم تاني. حطيت عليها صوص البيتزا كاتشب وعليه كمان صلصة وكمان فلفل اسود وملح وزعتر. والحشو اللي انتوا بتحبوه حطيته، اللي هو ايه، جبنة موزاريلا وطماطم وفلفل اسود وزيتون كده حطيته وهخلص كله وهرجع لكم. هنخلص ونرجع لكم تاني. لا، بعد ما طلعت من الفرن كده بصوا. قوي قوي. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان عشان انزل لكم حلقات كتير اعملوا لايكات. مع السلامة.